منتخب العراق على باب العودة لكأس العالم بعد 40 سنة من الانتظار عن طريق الملحق العالمي لكأس العالم 2026. شنو نظام هذا الملحق؟ باختصار عبارة عن بطولة مصغرة راح تقام في المكسيك في مدينتين، مدينة غوادالاخارا ومونتيري، من 26 ولغاية 31 مارس. 6 منتخبات راح يكونوا موزعين على مسارين، تمام؟ ويتأهل من كل مسار منتخب واحد مباشرة للمونديال. المسار الأول عبارة عن المنتخب العراقي اللي هو الأعلى تصنيفا، وراح ينتظر في النهائي وراح يلعب مع الفائز مباراة سورينام وبوليفيا. إذا فاز يتأهل مباشرة لأمريكا وكندا والمكسيك. المسار الثاني عبارة عن منتخب الكونغو الديمقراطية اللي راح ينتظر في النهائي الفائز مباراة منتخب جامايكا مع كاليدونيا الجديدة، وأيضا الفائز في هذه المباراة راح يتأهل مباشرة للمونديال. باختصار مباراة واحدة ويتحقق حلم العراق اللي كلنا ننتظره من 1986. كل التوفيق للعراق الشقيق، ونصير 8 منتخبات عربية في المونديال بإذن الله.